قال قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يعمل سوءا يجزى به. هل كل الأعمال والذنوب التي أذنبتها سوف أجازى بها؟ قلقان كثير سيدنا أبو بكر من السيئات اللي كاين عملها وخايف. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا تشكو ما يصير عندك وجع راس؟ ألا تتألم ما يصير عندك شوية مغص؟ ما تقع وقعة؟ ما صار فيك شدة؟ ألا تشكو؟ ألا تتألم؟ ألا تحزن؟ ما بتسمع الأخبار وتتألم لأخبار المسلمين؟ ألا تشاك؟ ما تدقك شوكة؟ قال له: كل ذلك يكون. قال: يا أبا بكر، هذا كله من الجزاء. هاي الأشياء اللي تصير معك وانت زعلان ليش تصير؟ هذا كله من الجزاء يصيب المسلم حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. احمد الله. ليش الناس يقولوا الحمد لله على كل حال؟ حتى الألم والحزن والضيق والشدة والفقر، كل هذا من الجزاء يؤجله الله للعبد حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. فهمت يابا شو معنى رمضان شهر القرآن؟ يعني إنك تقرأ القرآن قراءة المتدبر الواعي الذي يحرص على تطبيق ما يقرأ وما يسمع. يوم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أمير للمؤمنين، وكان يتجول مثل أي حدا عادي، يعني مش مشكلة إنه يعني يتجول. كان ينام تحت شجرة ويحط إيده تحت راسه وما في عنده حراسة. عدلت فأمنت فنمت. فأثناء ما يمشي في المدينة أثناء مشيه سمع قارئا يقرأ سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والسقف المرفوع والبحر المسجور والبيت المعمور. أيوة، شو بده يصير بعد كل هالدنيا هاي؟ قال: إن عذاب ربك لواقع. لما كان يسمع بدايات القراءة كان ماشي وقف، بعدين شاف حاله مش قادر يوقف.